السلام عليكم، نتمنى ان شاء الله تكونوا بخير على خير ومرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم ان شاء الله في اطار معسلات رمضان. غادي نحضر معكم واحد البشنيخه اللي كتجي رائعه وبمكونات بسيطه وسهله في التحضير. نتمنى الوصفه ديالي ما تنال عجبكم وندوزو باش نحضروا البشنيخه ديالنا. ندوزو باش نتعرفوا على مكونات التحضير والمقادير. نبداو على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي كاس ربع من الحليب، عندي ملعقه من القرفه، ملعقه كبيره، ملعقه مخلطه بين حبه حلاوه والنافع مطحونين، وعندي 125 غرام من الزبده، عندي معلقه كبيره ديال الخل، عندي واحد كيس من الخميره ديال الحلويات، وعندي كيس من الفاني وقبصه ديال الملح، وعندي 500 غرام من الدقيق. بالنسبه للدقيق كنختاروا النوع الجيد. غادي نخلط النواشف، درت الدقيق والقرفه وحبه حلاوه والنافع مطحونين وواحد الفانيل تنسيم وخماره ديال الحلوى من وزن 7 غرام او 8 غرام، قبصه من الملح. غنخلط النواشف مع بعضهم، عاد غادي نضيف سوائل. انا بعد ما خلطت النواشف دابا غادي نضيف ديك الزبده اللي ذوبتها، ديك 125 غرام ديال الزبده ذوبتها، وكنضيف لها ديك معلقه ديال الخل، وغادي ندخلها مزيان في هاد النواشف، نخدمها بيدي شويه بهذه الطريقه. كندخل ديك الزبده كلها في هاد النواشف، هاد الدقيق حتى كتولي لنا الدقيق يعني كله دخلت فيه ديك الزبده. وهنا بالنسبه لداك كاس وربع من الحليب كندفيه شويه او 250 ملل من الحليب، كندفيه شويه وكنجمع به العجين. بالنسبه للعجين من الاحسن نخلوه يعني قاصح، ما نكتروش، وكنضيفوا الحليب يعني على حسب عاوتاني الدقيق. العجينه ما نبغوهاش تكون يعني رطبه ولكن تكون قاصحه. وغادي هذاك يعني كاس وربع من الحليب و 250 ملل من الحليب يعني هو اللي جمع لي هاد ما نقصت منه، ما زدت ليه. كتكون العجينه على هذا الشكل، كتكون قاصحه. كنقسموها الى كرات صغيره. وغادي نكورهم بهذا الشكل. هنا من بعد ما كملتهم كلهم كنديرهم في واحد البلاستيك باش ما تنشفش لينا العجينه، وكنبقى نجبد وحده بوحده وكنخدم. هنا غادي نطلق هاد الكرات ديال العجين بالدلاك، كنطلقوهم وكنجمعوهم على شكل مسمنه بحال الشكل ديال الشباكيه. صراحه كي كنخدموا الشباكيه حيت هادو راه بحال يعني حتى هذه كتسمى شباكيه ديال الحليب هكا، وكنجمع على شكل مسمنه وكنديرها في بلاستيكه. ضروري ما نخلوش العجينه على يعني على برا كتنشف دغيا. الا كتنشف يعني ما غاديش غتبقى تقطع لينا في الماكينه. صافي هكا غنستمر حتى نكمل كاع العجين اللي كاين عندي، وكنعاود نخلي العجينه ترتاح تقريبا واحد 4 دقائق باش نقدر نعاود نطلقها بالدلاك. هنا من بعد ما دازت 4 دقائق كنعاود نجبد كاع العجينه اللي ورقتها، كنجبد وحده بوحده وكنخدمها، كندلقها غير بشويه بالدلاك غير باش تقدر تدوز ليا في الماكينه ديال الطوراق. هنا عندي مكنه ديال الطوراق كنديرها على رقم 2 وكندوز فيها العجينه في الاول. وكنعاود نديرها على 5 وكنعاود تاني ندوز فيها العجينه. المهم نتوما خذوا السمك اللي بغيتو، قدرت دوزوه في 7 ولا 8. وهنا تاني كنديرها على رقم 9، انا بغيت تجيني شويه رقيقه. المهم على حسب كل واحد يقدر. كاين الماكينه اللي كتكون يعني غير في 7 ولا 6 يعني كتعطيك السمك رقيق. انا دوزتها في رقم 9 عاد عطاتني هذا السمك رقيق. وهكا غنستمر تنكمل كاع العجين اللي كاين عندي. غادي نورقو كامل وكنخليه فوق الطابله تقريبا واحد 4 دقائق حتى ل 5 دقائق ينشف شويه. عاد كنعاود ندوزو في الماكينه. هنا كنحيدو الجوانب باش ملي ندوزو العجين في الماكينه كيجينا مقاد من الجناب.
هنا نخدمو غير بشويه، ما كنخدموش بالزربه باش ما تقطعش لينا العجينه، كنعطوها غير الخاطر. كنخدمو حتى كيبقى لينا شويه، عاد كنجيو نشدوها من هاد الجهه، بحيث الا خليناها كلها طاحت غادي تخربقوا لينا دوك الخيوط كلهم. وفاش كنخرجوها من الماكينه كنقادوها بهذا الشكل. ودوك الزوائد دوك الخيوط اللي كيكونوا صغار او قصار يعني كنجمعوهم وكندير في بلاستيكه حتى كيطرخاو، عاد كنعاودو نخدموهم. وهكا غادي نستمر تنكمل كاع العجين اللي عندي بهذا الشكل. صراحه البشنيخه يعني شي حاجه ساهله، لا في المقادير ما فيها المكونات، وسهله في التحضير، يعني ما فيهاش العذاب، ماشي بحال الشباكيه صراحه لا فيه شويه ديال العذاب، فيها التشباك، فيها بزاف ديال الحوايج صعاب. اما البشنيخه لا، يعني البشنيخه سهله، سهله وبسيطه، سهله ومكوناتها بساط. نقادوها بهذا الشكل، كناخذوا العبار اللي بغينا وكنجمعوها بيدينا. من الاحسن يعني ناخذ واحد العبار كنضغطوا بالاصابع ديالنا بهذا الشكل، ومن بعد كنقطعوهم. وكنعاودوا نضغطوا عليهم مزيان، كنلويوها بشويه بهذه الطريقه باش ما تحلش لينا في الزيت. كنلويو غير بشويه من واحد القنت ونضغطوا عليها مزيان صافي. حنا شبكناها وكملناها. سهله بزاف، لا في الخدمه ديالها ولا في التشباك، كتجي على هذا الشكل. وهنا من بعد ما كملت كاع العجين ديالي بالتشباك، دابا غادي ندوز باش نقلي البشنيخه. انا عندي العسل، من الاحسن ناخذ داك العسل اللي تيكون ثقيل شويه، ما ناخذش هذاك اللي كيكون جاري. وكنخلي الزيت حتى كتسخن مزيان، عاد كندير فيها البشنيخه. فاش كندير البشنيخه عاد كنقص النار شويه، كنطيبوها بحال كي كنطيبوا الشباكيه، يعني كتكون العافيه مهيله باش تطيب على راحتها، حيت الا كانت العافيه مجهده دغيا كتشوط وكتبقى مازال من الداخل مازال ما طيباش. فنعطيها شويه الخاطر في الطياب. المهم الطريقه ديال الطياب ديالها بحال الشباكيه، بحال الشباكيه، بحال سنطير، كاع هاد الحوايج اللي تيكونوا يعني قراب للشباكيه شويه كيبو شويه الخاطر في الطياب. انا من بعد ما تحمرات ليا من واحد الجهه كتجي على هذا الشكل، كنقلبها وكنخليها حتى تاخذ ليا اللون من جهه اخرى. من بعد ما تحمرات ليا البشنيخه كلها غادي نصفيها من الزيت. ما نخلوهاش تاخذ اللون بزاف، حيت ملي كنطفيوها في العسل عاد كيزيد مازال اللون ديالها يبان. فاش كنطفيوها في العسل وهي مازال سخونه كنضغطوا عليها مزيان حتى كتغطى بالعسل، وكنخليها حتى كطيب ليا المقله الثانيه. باش تشرب العسل مزيان ويدخل معها العسل عاد كنصفيها. المهم ديروا شي حاجه تقدر يعني تسقطر العسل تحت، بحال الكسكاس، هو ما كاين ما احسن من الكسكاس، او شي شبيكه او شي صفايه، المهم شي حاجه اللي تقدر تصفي العسل تحت.
هذا هو الشكل النهائي ديال البشنيخه ديالنا. صراحه لا كتجي رائعه. زينتها بشويه ديال لوز ايفيلي، قلت لكم تزينوها بجنجلا من الجوانب، او تخليوها غير هكاك، او تزينوها باش ما بغيتو. كتجي على هذا الشكل. انا درتهم شويه صغار، يمكن لكم ديروهم كبار، ديروا يعني العبار اللي بغيتو. وحتى التزيين يمكن لكم تزينوا باش ما بغيتو، دائما التزيين تيبقى على حسب الاختيار. كلها كتجي طيبه من الداخل مشربه العسل. خذوا لها غير الوقت في الطياب، غير كتبغي شويه النار تكون مهيله وتخلوها طيب على راحتها هكا باش يعني تاخذ اللون وطيب كلها. نتمنى ان شاء الله الوصفه ديالي اليوم تنال عجبكم. وصلنا لنهايه الفيديو. ما تنسونيش من لايك الفيديو وتشتركوا في القناه الا مازال ما مشتركينش. نتمنى الوصفه ديالي اليوم تنال عجبكم. الى فيديو قادم ان شاء الله مع وصفه جديده، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.